تصريح إلى الرأي العام أن حرب الإبادة الشعوائي التي تشنها دولة الاحتلال التركي على الأراضي السورية مستهدفة المدنيين والبنى التحتية ومصادر الغذاء في شمال وشرق سوريا هي حرب إلغاء وإفناء لإرادة وحرية الشعوب في الحياة وتقرير المصير، وهي حرب تحمل في مضمونها تحرير وإطلاق داعش والكيانات التكفيرية في المنطقة، وتمهد لقضم واحتلال المزيد من الأراضي السورية، وهي تفريغ للأزمة والسخط الداخلي في تركيا جراء سياسات النظام وإدارته التعسفية والاستغلالية للسلطة، متتابعة بسيناريو صنعته أجهزة مخابراتها وسوقته أبواق إعلامها المرتهن للسلطة ورأس نظامها الاستبدادي، وأن الصمت الدولي ومجلس الأمن واللامبالاة للقوى والأطراف الضامنة عن هذه الحرب والانتهاكات الواضحة للقانون الدولي الجنائي والإنساني هي حرب أخرى تقاد على شعوب المنطقة في شمال وشرق سوريا، وأننا كأحزاب سياسية ووجهاء ومجتمع مدني في مجلس سوريا الديمقراطية بحلب نرفض ونستهجن هذا العدوان والعنجهية المفرطة لدولة الاحتلال، ونؤكد ونصر على شرعية وجودنا وحريتنا وأحقية الدفاع عن أنفسنا وإرادتنا الوطنية، وندين ونستنكر توجه المحتل وتوافقه مع الإمبريالية لاجتثاثنا من أرضنا وتشويه هويتنا السورية الجامعة عبر احتلاله للأرض وفرض هيمنته الاستعمارية والديموغرافية في المنطقة، وأننا من منطلق قيمنا ومبادئنا الإنسانية في الحياة الحرة والديمقراطية ندعو الحكومة السورية والأطراف الضامنة والهيئات والقوى السياسية لتحمل مسؤولياتهم وفقا للمعاهدات والتفاهمات السيادة الوطنية، وندعو المجتمع الدولي وقنوات الرأي العام العالمي والدولي للقيام بواجبهم وتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية المنبثقة من الأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان والحفاظ وتدعيم الأمن والاستقرار في المنطقة. الأحزاب السياسية ووجهاء الحي والعشائر في حلب، المجد والخلود لشهدائنا والشفاء العاجل للجرحى. حلب 23/11/2022. بيان إلى الرأي العام. إن في مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي بحلب ندين بأشد العبارات القصف الاحتلال التركي لمناطقنا واستنكار الدول عن مثل هذه الجرائم، ونطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة للقيام بواجباتها في حماية المنطقة من الاحتلال التركي وفرض حظر جوي على عموم مناطق شمال وشرق سوريا، ومحاسبة الحكومة التركية لارتكابها جرائم ضد شعبنا ومناطقنا، حيث تقوم الدولة التركية بقصف مدينة كوباني ومناطق أخرى في شمال وشرق بطائرات حربية في محاولة منها لضرب واستقرار في المنطقة وخلق حالة من الخوف والهلع والإرهاب للمدنيين. إن هذه الجرائم والتهديدات المستمرة للدولة الاحتلال التركي لمناطقنا وخرقه الواضح والعلني للأعراف والاتفاقيات الموثوقة الدولية ما هو إلا دليل صريح على تواطؤ المجتمع الدولي مع الدولة الاحتلال التركي وعجزه عن إيفاء بوعوده في حماية سكان المنطقة من هذه الهجمات الوحشية. دابت الفاشية التركية على ربطه بتركيع شعوب المنطقة واستعماره وبشكل خاص الشعب الكردي لإنهائه من الوجود والعمل على إبادة من كل النواحي. لا يكتفي الدولة العثمانية بالحرب فقط على مناطق شمال وشرق سوريا والشهباء، بل يحارب من الناحية الاقتصادية أيضا، حيث يقوم بقصف مناطق النفطية، وهذا مما يؤدي إلى حالة رفع نسبة المعيشة والغلاء. ومن الناحية الأخرى يتعرض مناطق الشهباء والشام مقصود إلى حصار من قبل الفرقة الرابعة، ويسعى بإدخال المواد الأساسية إلى الحي. ومنذ تأسيس جمهوريتها تضع في قلب استراتيجيته زوال الشعب الكردي تهجيرا وتصهيرا وقتلا، وتمارس كل المكائد العثمانية
وعندما لم تفلح تدخلت بذاتها واحتلت مناطق من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وجعلت منها وكلا لكل شذوذ الآفاق الإرهابيين لتهديد كل من يتعرض على نهجه. عندما فشلت سياسة الإبادة الوحشية في شمال والجنوب رغم استخدام الأسلحة المحظورة دوليا بما فيه الكيماوي، توجهت إلى رجع آغال التظاهر بتحقيق نجاح ما ليتمكن من تمديد عمر التحالف الفاشل الحاكم في تركيا، ولجأت إلى الألاعيب القذرة لخلق مبررات غزو شمال وشرق سوريا. ولهذا لجأت الفاشي لترتيب عملية اسطنبول الإرهابي وتلبيسها لمؤسسات الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية، ولم تتورع عن جريمة قتل مواطنيه الأبرياء بهدف اختلاع ذريعة للعدوان رغم إدانة هذه الجريمة البشعة ضد المدنيين واعتبارها ذريعة للعدوان على المناطق الإدارة الذاتية. ولكن الفاشي التركي لم تبالي بكل ذلك رغم افتضاح لعبته لدى كل العالم بما فيه الرأي العام التركي، وقامت بشن عدوان أثمى بقوته الجوية امتدت من عفرين وشهباء وكوباني وصولا إلى درباسية ودايريك في منتصف ليلة 19/11، حيث استشهد العشرات ومثلهم من الجرحى من أبناء شعبنا. ولا زلنا لا ندرك كم ستستمر وحشيته إلى الآن. إننا في مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي بحلب نؤكد للفاشية التركية بأن هذه الاعتداءات لن تثني شعبنا في شمال وشرق سوريا عن الماضي في مشروعه لتأسيس أخوة الشعوب والعيش المشترك في سوريا، وأن شعبنا قادر على حماية نفسه وكرامته في مواجهة كافة أشكال العدوان الوحشي والتآمر، ليعلم العالم أجمع بأننا لن نرضخ لهذه التهديدات وسندافع عن أنفسنا وسننتقم لشهدائنا وجرحانا. الحرية للقائد عبد الله أوجران والمجد والخلود لأرواح الشهداء. 23/11/2022 حلب.